السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل أحلى صينية فراخ مشوية. معايا كده صينية على النار، حطيت فيها قطعين من زبدة وشوية من الزيت، وكده غسل الأوراق بتاعتي أو الفراخ كاملة براحتكم. أو ما يسخن قوي قوي كده هنزل عليهم بالأوراق زي ما انتم شايفين، وهديها صدمة، وهقلبهم من الناحية التانية وارش عليهم كده فلفل أسمر زي ما انتم شايفين. وبقى متحمر كده من الجنبين هشيلهم كده. بصوا، في نفس الصينية هنزل عليهم ببصل وفلفل، هديهم برضو تشويحة حلوة كده. وهنزل كده بشوية بهارات، ملح وفلفل أسمر وبهارات فراخ وسُمّاق وجنزبيل وزعتر. انتوا اي بهارات انتوا عايزينها حطوها براحتكم. هديها تشويحه حلوه كده، وبعد كده هنزل عليها بمعلقه صلصه زي ما انتوا هتشوفوا كده. سهله وبسيطه وهتطلع تحفه يا جماعه. بعد كده هنزل بطماطمايه كده متخرطه صغير، او تبشروها براحتكم. بصوا كده اديها تشويحه حلوه، وبعد كده هنزل عليها بالفراخ اللي انا لسه محمراها زي ما انتوا شايفين. وهنزل عليها بقى كده بشويه ميه سخنين، عشان هي ايه هتستوي في الميه السخنه دي زي ما انتوا هتشوفوا كده. لو هي احتاجت ميه سخنه تاني ممكن نحط لها، هنغطيها بقى ونسيبها تستوي براحتها. سهلة وبسيطة وحاجة كده بجد خطيرة ومسكرة. بصوا بقى كده قبل ما ادخلها الفرن، كده بقى بنفس الصوص كده بالفرشة هدهن كده الفراخ وهحطها تحت الشواية. بصوا الجمال، خطيرة. عملت جنب منها شوية رز أبيض وشوية سلطة. ايه رأيكم في الجمال؟ يا رب الوصفة تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.